صباح الخير يا حبايبي، صباح الفل على عيونكم. انا التليفون بتاعي بس كان مهنج فما كنتش هصور، لكن طبعا ما ينفعش اصلا ان انا ما اصورش. هعمل بيتزا صغيره كده للمدرسه، فحابه ان انتوا تشاركوني وتشوفوا الفيديو. انا والله عجنتها، هقول لكم انا حطيت ايه. حطيت واحدة زبادي، حطيت واحدة زبادي زي دي، خليكم معايا. طبعا عجنتها وخلصتها، معلش. بصوا العجينة ناعمة ازاي، ملمسها ناعم ازاي. حطيت واحدة زبادي زي دي، ومكان الزبادي حطيت شوية لبن وعملتهم كده وحطيتهم عليه، ومية دافية وملح، ولا زيت ولا اي حاجة. وبصوا العجينة ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله اهي. اديني نقطة بس، نقطة صغيرة مش كتير بس، شكرا. ودول شوية زيت زيتون بس الم بيهم العجينة كده. نقطة في ايدي. ده يا حبايبي كيس دقيق ده الضحى، انا ما بعرفش اقرا بس اهو الضحى يعني. تمام، اديها عجنة بس كده، هلمها معاكم. حطها هنا كده. وهغطيها واسيبها تخمر، واحضر بقى المكونات اللي هو عبارة عن زيتون، فلفل الوان، كاتشب، كل الصوصات يعني. هحضرها وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، ادي الطماطم وادي الكاتشب وادي الجبنه، وده فلفل مشكل بقى على بعض، ودي العجينه طبعا اهي. نشكلها بقى مع بعض ونشوف هنعمل ايه. انا سامعاك اهو يا سمعه. لا عشان البيت بتاعت ايه؟ بليت ايه؟ بليت شغاله يا سيد ولا ايه؟ ايه دي؟ التليفون. عايزه ايه؟ انا عايزاها طريه كده عشان ايه يعني، هي بتلزق في ايدي شويه بس مش مشكله يعني، عادي يعني. عشان لو العجينة لابسة مش هتطلع حلوة اصلا، انا عايزاها بتلزق كده شوية.
اهم يا حبايبي جم ايه. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 19 بيتزاي. تخيلوا انتوا بقى لو بتشتروهم من الفرن، يعني ده غير بقى ما انتوا عاملينهم في البيت وحاجه نظيفه وحاجه مضمونه يعني هو مش كيلو دقيق. بصوا رفعت اهي، بصوا رفعت ازاي ثانيه. تمام. هو والله ما هو كيس، ده كيس انا واخده منه كمان. جربوا يا حبايبي، ومنه بتوفروا ومنه بتعملوا حاجه نظيفه لعيالكم وحاجه كده مضمونه وياكلوها كده بألف هنا. انا عاملاه يا حبايبي عشان المدارس. تمام. يلا نكمل بقى ونعيش مع بعض. نعمل ايه؟ عندي صينيه اهي، اوسع لنفسي طبعا شويه. عادي ممكن اقلبها كده. هعمل لها حرف كده شويه. نغطيه بس عشان ايه؟ عشان ما ينشفش مننا. نعمل لها حرف كده. اديها كيتشب. هعمل كام واحدة كده باللحمة المفرومة اهو. اديها فلفل شوية، مشكل من كل حاجة، وشوية طماطم، واديها جبنة. شفتوا بقى نسيت الزيتون. خليكم معايا بقى نكمل الحاجة بضمير وحاجة تتاكل. حاساها هتبقى احلى بيتزا، يعني هتبقى احلى بيتزا ان شاء الله. خلاص يا يحيى، لو عملت شوية خلاص كفاية. خلاص لو عملت شوية خلاص كفاية. خلاص تعالى كفاية اه.
شكرا. خليه كده ولا خلصت كله؟ لا خلاص انا هكمل بقى. شكرا. طماطم، زيتون، لو بتروحي تشتريها البيتزا دي من الفرن شوفي هيديهالك بكام. يعني احنا بس بنبقى كسلانين شوية، لو قمنا كده اهو ما يجيش نص بتاع ده، يعني مش كتير الدقيق، يعني والله ما كتير. اي حاجة فايضة عندك، فراخ اي حاجة، قومي جاية رايحة اعملها كده احسن. بحب بايدي بصراحة، يعني محبش النبي عربي عشان اقدر اتحكم فيها كده براحتي واديها حقها كده. عندك شوية جبن شيدر، رومي، شوية جبن كده متوفرين عندك بقالهم فترة، قومي بشرهم ومظبطاهم وحطاهم. بصوا بقى انا مولعه الفرن تمام، وايه وهحطهم مع بعض. نوسع بس كده عشان ايه ميبقوش لما يستووا هيعملوا. اديها مسحه كده، مسحه خفيفه كده، كاتشب بقى صلصه مشي حالك، هي حاجه اعملها ببيتك كده طعمها حلو وريحتها حلوه دي برضو شويه فلفل، وهنا شويه فلفل، وهنا كده طماطم. طبعا كل ده انا موضباه. جبنه، العيال يفرحوا بها قوي في المدرسه بدل السندوتشات او تغيير يعني عامه. يعني لو انتوا حتى تعملوا سندوتشات تغيير كتغيير يعني. يلا بينا تعالوا معايا ولا تزعلوا نفسكم. والتانية دي والتانيين نعملهم نحط معاهم لحمة مفرومة. تمام تمام زي الفل اهو. ايه رأيكم؟ احلى بيتزا في البيت. لايك واشتراك يا اجمل ناس في الدنيا. اهي دي اللي باللحمة المفرومة، دي واحدة، ودي التانية. نعم.
رأيكم؟ افتحها لكم كمان. بصوا ما شاء الله مستوية زي الفل، تحفة يا عظيم، تحفة. احطها في الفريزر واطلع منها، اسخن واحط في المدرسة. هي سخنة والله مش قادرة. بصوا مش قادرة امسكها كده افتحها عشان اوريها لكم الجبنة سايحة فيها عاملة ازاي. سخنة، لا مش قادرة. لايك واشتراك في القناة يا اجمل ناس في الدنيا. رأيكم؟ يلا قوموا الشطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.